حيلة سحرية اتندمت اني ما كنتش اعرفها قبل كده. معظم الستات يا جماعة ما تعرفهاش. بجد الفيديو ده فيه افكار جديدة هتعجبكم ان شاء الله. ما تنسيش اللايك الحلو منك وما تبقيش بخيلة، ولو اول مرة تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناة. اول حاجة كده، لو عندك بطاطس وخايفة عليها لحسن تبوظ في الحر الشديد ده، وكمان المطبخ بيبقى حر جدا، فبنخاف لحسن الخضار يبوظ مننا او حاجة، او البطاطس بالذات لان هي بتبوظ بسرعة. فاحنا اول حاجه هنعمل ايه؟ هنحط عليها رشه نشا. ده بيحافظ على البطاطس ان هي تبوظ منك، او يحصل لها اي عفونه من جوه كده او اي حاجه. زي ما انتم شايفين كده، بحط طبقه النشا على كل البطاطسايه، وبعد كده بحطهم في التربو بتاعهم. ده بيخليهم يعيشوا اطول فتره ممكنه معايا، لحد ما استخدمها طبعا. اما الفكره التانية طبعا، هتجيبي طبعا الشفره اللي بتستخدمها الستات، ومعاها كمان السفنجة اللي هي بتاعة الاسبونشة بتاعة غسيل المواعين، تكون ناشفة زي ما انت شايفة كده. وبتجيبي الشفرة وبتحطيها كده كأنك بتسنيها، وبتبقى كويسة جدا. طبعا كل واحدة بترميها بعد أول استخدام، لا دي هتخليكي تستخدميها أكتر من 10 مرات أو أكتر. ده كده هتوفري عليكي فلوس كتيرة قوي. أشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي.